مرحبا بكم أصدقائي. واش عمرك جلستي بوحدك وحسيتي بواحد الصوت في داخلك ديما كينتقدك؟ صوت كيقول لك انت ماشي مزيان، وصوت آخر كيقول لك انت أحسن من هاد الناس كاملين. هاد الصوت بجوج راه ماشي ديالك، هذا هو الأنا، الإيغو اللي كتعيش فينا. اليوم غادي نجبدو واحد الموضوع حساس اللي هو كيفاش الأنا ديالك كتخرب الجذب والوفرة في الحياة اليومية ديالك من بلايص ما كتصورهمش. فين كتخبى هاد الأنا؟ كتخبى في ثلاثة ديال البلايص. أولا كتخبى في الخوف من الفشل، كتخليك ما تبداش شي حاجة جديدة حيت خايفة من النقد ديال الناس. ثانيا كتخبى في لعب دور الضحية، فاش ديما كتلوم الظروف ولا الدولة ولا العائلة. الأنا كتخليك تحس أنك ضعيف ومستهدف باش ما تخدمش على راسك. ثالثا كتخبى في الكمال المبالغ فيه، البرفكشن، كتخليك تخدم على التفاصيل تافهة حتى كتفوتك الفرصة الكبيرة. باش تفرق بينها وبين الثقة الحقيقية خاصك تعرف أن الثقة الحقيقية كتعرف قيمتها وما عندهاش مشكل تبان ضعيفة. أما الأنا ديما كتبغي ترتدي القناع ديال أنا ديما لاحق. إذن شنو هو الحل الجذري باش تخرج هاد الأنا من حياتك؟ خاصك تعرف أن الأنا كتغذى على الماضي والمستقبل. هي ديما كتجرك الماضي باش تحسك بالندم، ولا كتجرك المستقبل باش تحسك بالخوف. العلاج الوحيد والأكثر فعالية وهو الوعي باللحظة الحالية. غادي نعطيك واحد التمرين بسيط سميتو الملاحظة الأنا. ملي كتحس بالانتقاد ولا الغرور ولا الخوف جاك، وقف وسول راسك بواحد الصوت خافت. وملي كدير هادشي كتحبس الطاقة من هاد الأفكار. جرب كل مرة كتحس بالاحتياج باش تثبت راسك ولا تنتقد شي حد، تذكر أن الأنا هي اللي كتخدم. فالآن باش نختموا هاد الحلقة، الوعي هو اللي غادي يخليك تولي سيد للحظة ماشي عبد الأفكار ديالك. خلي لينا شي تعليق زوين، ونتلاقاو في فيديو جاي باش نكملو هاد الرحلة ديال الوعي.